كيف ومتى تم بناء الهرم الأكبر؟ السلام عليكم. اسمي دكتور آدم الأمير، أستاذ مادة الحضارة المصرية القديمة، وأريد أن أتحدث معكم عن الهرم الأكبر، اللغز الذي حير العالم القديم والحديث. 2,600,000 حجر، متوسط الواحد منهم حوالي 2.5 طن، طول القاعدة 440 ذراعا، وارتفاعه 280 ذراعا. تأسس هذا المبنى العظيم على نفس الفكر الذي سيطر على جميع المباني في مصر القديمة، التوجيه دائما بمحاذاة الاتجاهات الرئيسية الأربعة، وبدقة لا نجدها في منشآت عصرنا الحالي. تم بناؤه بالحجر، المادة الأكثر ثباتا واستقرارا من وجهة نظر المصريين القدماء. تم بناء الهرم الأكبر ليكون مصدرا لتوليد الطاقة، مصدرا لتوليد الطاقة، وليس قبرا للملك. السؤال الملح الآن هو كيف ومتى؟ أليس كذلك؟ لقد تم بناء الهرم الأكبر بقطع الأحجار ونقلها ووضعها في مكانها باستخدام ذبذبات صوتية. لقد اكتشف المصريون القدماء عن طريق الصدفة كيفية استخدام الموجات الصوتية عند أكثر من مدى من الذبذبات لقطع الأحجار ونقلها ورفعها. الأكثر من ذلك، استخدموا الموجات الصوتية لتطوير وسائل تنقل. أما متى تم بناء الهرم، فيمكننا القول أنه تم بناؤه قبل الطوفان العظيم في فترة من بين 10,000 سنة قبل الميلاد و7,000 سنة قبل الميلاد. لم يكتف المصري القديم بهذه الإنشاءات الضخمة فقط، وإنما وضع في المباني التي كانت تستخدم في الحياة اليومية ما يمكنها من توفير جودة حياة أفضل ذاتيا من دون الحاجة إلى أي عوامل خارجية مثل جو داخلي مناسب، وكذلك تهوية وإضاءة طبيعيين. بالمعنى الحديث، لقد نجح المصري القديم في ذلك الوقت من الوصول إلى بيوت ومعابد تعتمد مبدأ الاستدامة. هذا المنشأ كان من المفترض منه أن يولد طاقة تكفي لإدارة شؤون البلاد بالكامل، فكان يجب أن يكون بهذا الحجم الهائل. وتم اتخاذ الشكل الهرمي لأنه الأكثر ثباتا واتزانا، لقدرته على توزيع الأوزان بالتساوي على جميع أجزائه، كما أن له القدرة على مقاومة الأحداث الجيوتقنية المختلفة مثل الهزات الأرضية والزلازل. والأهم من ذلك أنه أكثر الأشكال اقتصادية، فلو أنه تم بناء مبنى بهذه الأبعاد على شكل مكعب أو اسطوانة، كم من الأحجار التي سيتم استهلاكها بدون جدوى حقيقية؟ أنصار نظرية أن قوم عاد هم من بنوا الأهرام يرتكزون في نظريتهم على أن قوم عاد، نظرا لقوتهم البدنية الهائلة، فباستطاعتهم نقل وحمل أحجار الهرم بسهولة، وبالتالي بناء هرم بهذا الحجم. ولكن هؤلاء تجاهلوا أن بناء هرم ليس فقط نقل حجارة، وإنما هو عملية أعقد من هذا، تبدأ بالتخطيط والإسقاط على الأرض، وهي عملية هندسية لا تحتاج قوة بدنية. ثم يأتي بعد ذلك تقطيع الأحجار بالأبعاد المطلوبة، وهي أيضا عملية تحتاج إلى الدقة وليس القوة البدنية. يليها نقل الأحجار، وهذه هي العملية التي تحتاج القوة البدنية. ثم تأتي عملية الترصيص والإخراج النهائي، وهي أيضا عملية تحتاج إلى الدقة أكثر من القوة، وذلك إذا نظرنا لأبعاد الهرم والتزام بناته بالنسب الكونية. من ذلك نري أن جاء الاحتياج إلى القوة البدنية في عملية واحدة من عمليات بناء الهرم. الأهم من ذلك ما يخرجه لنا علم الحساب والإحصاء، فلبناء هرم به ما يقرب من 2,600,000 حجر في فترة 20 سنة، فبحسبة بسيطة سنجد أننا نحتاج إلى تقطيع وتسوية 400 حجر يوميا، وهي عملية لا يوجد للقوة البدنية فيها مكان. أما إذا افترضنا أن المصري القديم استخدم الترددات فوق الصوتية لقطع وتسوية الأحجار، وكذلك في نقلها ورصها وتسويتها، فسنجد أن في الأمر الكثير من المنطقية.